السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا بخير وتكونوا مزيان. دونك في هذا الفيديو غادي نجاوبكم على التعاليق ديالكم اللي بزاف كيقولوك شنو هما التخصصات اللي مطلوبين بزاف في سوق الشغل، مع العلم ان الناس كياخذوا الدبلومات ديالهم وكيدفعوا الشركات، مع العلم انهم ما كيتقبلوش، وحتى لا يعطوا عليهم كيدوزوا يعني واحد المقابله في التالي ما كيعيطوش عليهم. يعني هكا غادي نعطيكم انا واحد اهم ثلاثه ديال التخصصات اللي مطلوبين بزاف في سوق الشغل، ثلاثه مطلوبين 100%. نبداو الاخوان باول تخصص اللي هو مطلوب بزاف في سوق الشغل، اللي هو جيستيون دونتربريز. هذا الدومين هذا الاخوان يعني كيبغي شويه ديال الفرنسي، لانك اول حاجه بعدا يمكن له يدفعوا ليه العلميين وحتى الادبيين، حيت كتقرا فيه بزاف يعني بحال الكونطابيليتي بحال ليكونومي. يعني كيبغي بزاف شويه ديال الفرنسي، حيت هو باش كتخدم في لي بون كتخدم بزاف ديال الحوايج. يعني مطلوب بزاف الاخوان هذا التخصص هذا، يعني راه 100% راه مطلوب. ندوزو بالنسبة للدومين الثاني، عندنا الإخوان يعني ديفلوبمون انفورماتيك، يعني أي حاجة عندها علاقة بالانفورماتيك. يعني أي سوسيتي مشيتي ليها ضروري تلقى واحد مكلب بالانفورماتيك، يعني أي حاجة وقعات كتلقاه عارف داكشي ديال الانفورماتيك كامل. يعني ديفلوبمون انفورماتيك راه مطلوب بزاف الإخوان. وعندنا بالنسبة للدومين الثالث اللي هو مطلوب بزاف تا هو في بزاف ديال الشركات كيبغيوه، اللي هو الكتروميكانيك دي سيستيم اوتوماتيزي. يعني اي شركه كتبغي واحد الميكانيك يكون عندها، يعني كتقرا فيها الميكانيك، كتقرا فيها الكهرباء، الكترونيك، يعني كتقرا فيها بزاف ديال الحوايج. وهذا مع العلم انك كتدفع عليه بنيفو باك او لا بالبكالوريا. يعني الا ما عندكش الباك يمكن لك تدفع عليه بنيفو باك. يعني اي شركه كتبغي واحد الشخص يكون كيفهم في الميكانيك ويكون كيفهم في الكهرباء في نفس الوقت، الكترونيك. يعني ممكن واحد ماكينه تكون ضايعه تما، يعني كيكون عندها واحد الشخص خدام مع الشركه انه يصلحها. وهذا هو داك ديبلوم ديال الكتروميكانيك. ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم، واي حاجه عندكم فيها مشكل خليو لي تساؤل في كومنتير.